واحد السلام عليكم الستريلات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم غادي نحضروا مع بعض روتين لانش بوكس كيجمع بين السرعه والطعم الرائع. عندنا فطيره سائله او بيتزا سائله، كيكه بمذاق الفرامبواز اللي غادي يخليكم تقولوا ماشي غير واو وتحليه اللوتيس اللي كتحبس النفس. المهم كل شيء بسيط وسهل وسريع، وغادي نكون معكم خطوه بخطوه بالتفصيل، حيت اليوم غادي يتحول اللانش بوكس ديالكم لتحفه جديده وصحيه في الوقت نفسه. يلا خليكم معايا مع الفيديو من الاول حتى الاخير، ما تمشيو فين. هنايا خديت واحد نص كاس ديال الماء مع معلقه صغيره ديال السنيده ومعلقه صغيره ديال الخميره وخليتهم يتفاعلوا. خديت واحد البيضه، 4 كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب دافي، خماره وقبيصه الملحه وشويه ديال البزار والاعشاب المنسمه. صافي كتخلطي مزيان، كطربي كلشي مع بعضو. صافي دابا غادي نضيف هذيك الخميره اللي خليتها تتفاعل مع نص كاس ديال الماء. عندي واحد كاس ديال الطحين والكاس الثاني ديال الطحين، يعني اللي درت 2 كيسان ديال الطحين. صافي كتخلطي مزيان، ما كتخليش داك التكتلات ديال الطحين. صافي كيكون بحال هذا الخليط هذا، شتي ما هو سائل ما هو هذا. اي مول عندك سواء 23 سنتيم ولا 24 سنتيم، شديتو دهنتو بالزيت ودرت فيه الفينو، خليته كبيت فيه هذاك الخليط وخليه يخمر. خليته تما في هذاك المول، خليته يخمر بيد ما نوجد الحشوه اللي غادي ندير من الفوق. انا كنبسط القناتي باش ما تجينيش خاويه. بالنسبه للحشوه اللي عندي البصله اللي قطعتها هكا شرائح طويله، حتى شي حاجه ما شحرتها، كلشي خضر، كلشي غادي يطيب في الفران. هكا الفلافل الالوان ديجا كانت عندي في الفريغو، الطون كذلك. صافي كله كتشديه تحاولي انك توزعي كلشي على ديك الفطيره باش ما كتجيش خاويه. خديت كذلك الفرماج حمر ولا الموزاريلا، حاولت انني حتى هي نديرها نوزعها على ديك الفطيره كامله ما تجيش خاويه. عرفتي كتجي هائله. مره اخرى غنديرها معكم بالدجاج حتى هي كتجي واعره. ونطيبوا الحشوه اليوم بالحشوه كلها خضراء. عرفتي ديروها بنفس الطريقه اللي انا باش درتها، كتجي رائعه، كتجي فنه. صافي من بعد هنايا ما وزعت كلشي فوق من الفطيره. هادشي اللي استعملت، درت شويه ديال البزار، شويه ديال الاعشاب المنسمه، سخنت الفران وحطيتها في الفران. اليوم غادي ندير معكم واحد الكيكه اللي كتجي هشه فشه وزوينه ونكهه واعره. 2 البيضات، فانيا، قبيصه الملح، كاس ديال سنيده، دانون ديال البنان، اي نكهه بغيتو، 4 كاس ديال الماء وكاس معمر ديال الزيت. كطربي كلشي بالطراب اليدوي حتى سنيده تذوب، يعني مادام دايرين هذاك الماء سخون غادي تذوب لينا ديك سنيده. صافي كاس الاول ديال الطحين، كاس الثاني ديال الطحين فورص، وكتشوفي على حساب الطحين اللي عندك وعلى حساب كذلك البيض واش كبير ولا صغير. 2 خمارات كتخلطي مزيان وكتشوفي واش الخليط هو هذاك ولا لا. انتم الخليط عندي هو هذاك، يعني قداتني 2 كيسان ديال الدقيق. المول درت فيه الزبده ودرت فيه الشوفان وخويت الخليط الاول. الخليط الثاني درت فيه النكهه ديال الفرامبواز. انا كنت باغا يجيني هذيك يعني هاد النص ديال الخليط بغيتو يجيني احمر، الساعه ما جاش حمر، جا وردي المهم جات واحد النكهه والله حتى واعره وجات رائعه. انا قلت هاد هاد الشكل وهاد اللوين هو اللي غادي يخرج ليا في الاخر ملي غادي طيب. ساعه ما خرجتش ليا بحال هكا، خرجت لي مائل للبيوضه واحد شويه ولكن راه والله حتى جات واعره، تسالات ساعتها بديك النكهه والفشاشه اللي فيها. صافي هنايا ديجا اصلا كانت سخون عندي الفران، فدرتها من وراء البيتزا اللي درت معكم مباشره. ايوا هنايا لاله غادي نصايب واحد تشيز كيك باللوتيس، كتجي واعره رائعه. عندي 250 غرام ديال البسكوي ديال اللوتيس، ما استعملتوش كامل، مع 2 معالق كبار ديال الزبده. خليت تقريبا واحد 6 ديال البسكويات. صافي كنطحن مزيان في هذا الهاشوار، كنطحن هذا البسكوي مزيان في هذا الهاشوار حتى كيولي عندنا بحال الطريقه. ملي كتشديه في يدياتك كي يتكور لك.
كيدير لك كويرات. صافي كنبسطو في هذا المول هذا وكنحاول انني نوزعو. بالنسبه للكريمه اللي غادي ندير معكم، هنايا عندي واحد 2 معالق ونص ديال الجبن، ولا ممكن ديري 4 الفرماجات. عندي عندي كاس ديال الشونتيي، ولا الكيس ديال الشونتيي، الكريمه ديال الشونتيي، كاس ديال الحليب اللي يكون بارد، مع معلقه كبيره ديال زبده لوتيس. صافي كنطحن كلشي في هاد الهاشوار هادي، ما خدمت لا باتور لا حتى شي حاجه، طلعت ليا الكريمه ما نقولش لكم واعره وقابضه في راسها. صافي طحنت كلشي هنايا، بقيت كنطحن فيه حتى تماسك لينا الخليط. ما غسلت لا هاشوار لا والو، خليت بداكشي اللي طحنت به قبيله معكم البسكوي. شتا كيفاش جات قابضه في نفسها. هنا كنحاول نوزع الكريمه على المول اللي عندي. صافي غير بالمعلقه خليتها بحال هكاك، دخلتها للثلاجه، صيبتها انا في الصباح بكري في الصباح، وخليتها حتى العشيه عاد قاديتها. ايوا هانتوما يا لاله، ها البيتزا السائله اولا الفطيره السائله خرجت من الفران، ها الكيكه جات طالعه غزاله هشيشه واعره، واحد النكهه مني كطيب ما نقولش لكم كيفاش كتجي ديك النكهه ديال الفرامبواز. يا سلام مع ديك النكهه ديال دانوت البنان اللي درت. انا عارفيني مع دانوت البنان في الكيكه، والله العلي العظيم يجلبوا هاد الوصفاتين بجوجهم جاو فنين، جاوني زوينين. بالنسبه للانش بوكس لبنتي، غير ما وريتكمش مني درتها لبنتي في اللانش بوكس، عرفتي دغيا كتصيب دغيا. انا هادشي كامل صيبته في الصباح، ما كنت درت ليها والو بالليل، وصيبت نط صليت الله يقبل الفجر، ونط كنصيب ليها هادشي دغيا خفا زربا. صافي هنا غادي نقطعها معاكم، ولكن عرفتي شناهي، راه باقا سخونه، باقي الدخان ديالها كيطلع نتوما كما كتشوفوا. عرفتي جات هشيشه وكتعجبني ديك الكيكه اللي كتجي مشفنجه. المهم داك الوردي راه مشى، راه كاين لا الخاص ديالو كان ما طلعاتش، ما طلعش ليا داك اللون، مي الكيكه طلعت، اللذه كاينه، النكهه كاينه، كلشي كاين. صافي هنا نقطع معكم الفطيره. شوفوا الفطيره يا لاله، عرفتي جات ديك البصله كتجي داخله في هذيك الفطيره. انا هادشي اكثريه هذه كنديرها في رمضان بزاف، ودابا سهلت عليا القضيه ملي تفكرت ونقول الله تنوض نديرها له احسن من غندير بيتزا وغتاخذ ديال الوقت. ها نتوما كيفاش كتجي هشه فشه، كتجي فيها ديك البصله والفلفله هابطه لتحت مع ديك مع الفطيره. يا سلام. انا راه برك نقول لكم مي الحياه حياه. جا الفيديو فيه سطع وانا نحيد الصوت. ها انايا فين درت لانش بوكس، نصحابني كاع ما صورت الساعه، صورتها ما علياش، تبارك الله عليا ما شاء الله عليا. صافي هنايا درت ليها، عمرت ليها داك سميتو هذاك البواطه. ها نتوما هنايا شتيها جا اللون ديال الفرامبواز، زعما راني فهمت مزاكلاش انا نوريكم اللون ونوريكم اللون. ممكن مره اخرى غنشري النكهه ديال الفريز وغادي تعطيني هاد الحموريه هادي احسن من الفرامبواز ما عطانيش هذاك اللون الاحمر. ايوا صافي ندوزو هنايا نوريكم الطريقه الاخرى ديال كيك تشيز كيك ديال لوتيس. هنا دوبت زبده اللوتيس، دوبتها صافي وحطيتها فوق من الكريمه راه ديجا. هذا هو الروتين ديال هذا النهار، نتمنى يعجبكم. فطيره او بيتزا سائله، كتجي واعره، كتجي مفشه، كتجي لذيذه بنينه، واحد البنه يا سلام. وهذيك الكيكه ديال الفرامبواز صيبوها على ضمانتي مع هاد التشيز كيك اللي معروف كيجي غالي كيجي زوين، ماشي مشكل، مره في شحال تصايبيه الا تشهيتي بحال هادشي. هذه هي الطريقه النهائيه اللي درتو، ولكن راه واعر. شوفي شي هو واخا خربقي هذاك البسكوي، وخربقي ليا الكريم، وديري فيه ديك الزبده ديال اللوتيس، وغيجي زوين. ديري غير في كيسان وغيجي زوين. عرفتي شنو هو واعر واعر واعر. انا الحاجه الوحيده اللي دارتني هي انني كنت درت الكريمه ديال الشونتي. انا اول مره غادي نستعمل الشونتي العبار، فهمتي، جا حلو بزاف.
جات حلوه بزاف. كون درت هذيك الكريمه الشونتيه غتجي واعره. المهم هذا هو الروتين ديال هذا النهار، نتمنى يعجبكم وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبابكم. والله حتى هاد الافكار هادو راه زوينين لانش بوكس لوليداتكم، كيجيو فنين وساهلين وزعما ما كياخذوش واحد الوقت اللي هو كتير بزاف. اما هذيك زبده هذيك التشيز كيك هذيك راه درناها غير حنا كنا مجموعين وانا نقول نديرها يعني ديجا كنت شاريه المقادير. فجا داك النهار انني مكتب انني نصيبها. مرضي الوالدين عمرو ما يخيب، عمر قلوبكم بالخير والحب والتفاؤل. ما تنساوش دعموني بواحد لايك كبير، وتنضموا للعائله ديال مزرعه فاتي باش تكبر. كذلك تحمسوني نبدا نحط الفيديوهات